السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله. غادي ندير الرز. خليت يعني فيديو خاص غير به. نبداو المقادير ان شاء الله. بالنسبه لهذا الرز هذا فانا تنستعمل واحد الرز، بصراحه كنت نستعمل بسمتي. من بعد ملي لقيت هذا الرز ديال هذه الغزاله تيجي من باكستان، بصراحه زوين وتيطلع وما تيتلصقش وتيطوال. المهم انا هذا كنت درت فيديو كنت درتو شحال هادي باش كنت درت الدجاج مع الرز. فاخديت غير هذا المقتطف من هذا الفيديو هذا باش نوريكم انايا الرز كيفاش داير. فتنغسلوا الرز مزيان مزيان، تنحيدوا منه النشا وكاع هذاك اللي يعني ماشي غير مره، ماشي جوج، ماشي ثلاثه. من بعد تندير ليه الماء سخون وتنغطيه، تنخليه حتى تيشرب ليا كاع هذاك الماء. فهاد الاثناء ترى غادي الاثناء غتلاحظوا انه طوال وتيطيب في نفس الوقت نص طيبه. الا ما بغيتوش هاد العمليه ممكن انكم تغسلوه مزيان وديروه نيشان في الطاوه وتضيفوا عليه الماء، غير هو تيبغي شويه، تيبغي الطياب اكثر من يعني من الطريقه الاولى. صافي انا هنايا الرز ديالي وجد، درت واحد 2 معالق كبار ديال الزبده، ممكن تستعملوا زيت المائده. ودرت هنايا واحد العطريه ديال الافغانيين. في هذه البكه هي شويه تتكون حاره ولكن راه تجي لذيذه مع هذا الرز، ممكن تستغناو عليها. ديروا شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار الابيض ومليحه، لان الرز ما تيبغيش بزاف بصراحه. انا تيبان لي ما تيبغيش بزاف ديال التوابل. وصافي درت انا اكتفيت انا غير بهاد العطريه هذه، لان تتكون مجموعه فيها بزاف، فيها حبه الهيل، دايرين فيها ورقه الغار، دايرين فيها القرنفل، بزاف ديال العطريه. صافي هنايا زدت الماء، يعني درت تقريبا ما تنعمرش انا الماء بزاف، غير شويه لان ديجا هو طايب ليا نص طيبه. من بعد غنغطيه ولا نخليه محلول، في كلتا الحالتين راه تيطيب. وغادي مره نبدا نحركه. انا هنايا تنحضر الكراميل ديالي كيف ما شفتوا هنا. عندي كاس، درت نص كاس ديال سنيده مع تقريبا قل من 4 كاس ديال الماء، خليته حتى ولا يعني بحال الكراميل. وفي نفس الوقت كان الرز ديالي صافي شرب ليا، طاب ليا. يعني هذه المرحله هي المرحله الاخيره، عاد تنكب هذاك الكراميل فوق الرز. يعني غير واحد الجزء من الرز، بغيتو ديروا النص ديروا النص. صافي هنا ملي كبيتو بديت تنحرك شويه بواحد هذا البالا ولا سباتولا. وفي نفس الوقت الجهه الاخرى كنت درت واحد 4 كاس ديال الزعفران حر ورقته، ودرت حتى هو الجزء الاخر كبيت فيه. ولا الجهه الاخرى درت شويه ديال الكمون باش يعطي شويه ديال اللون. ما بغيتوش ديروا الكمون ما ديروش، ديروا غير 2 ديال هاد الالوان، راه تيطلع غزال. واحد اللون تيطلع روعه، وراه ما تيبانش هذاك اللون ديال الكراميل ولا الحراق، غير هو حضروا معاه انه ما يوصلش حتى يبقى عاطي المروره، تتمضقوا فيه المروره ولا هذا، راه ما تيبانش نهائيا لا حلاوه لا حتى شي حاجه. انا في هذه الاثناء كنت تنحضر الجزر ديالي اللي قليته، قطعته طريفات صغيورين. من الاحسن الا عندكم الماكينه اللي تقطع هذاك الشيء رقيق كان بها، ما كانش غديروا هذيك اللي تنقطعوا بها، نحيدوا بها القشره ديال البطاطا. الموس اللي هذاك راه حتى هو ممكن تخدمي به، غير هو تيجيبو شويه رقيق، او ممكن انك تقطعيه بالموس يعني غير يكون طريفات رقاق. في نفس الوقت خديت 3 ديال البصلات، حتى هما درتهم يعني على شكل يعني شفرات طوال، وحتى هما غادي نقليهم حتى تعطيونا واحد اللون برونزي زوين. عاد تنحيدهم تنخليهم جانبا، وعاد ناخذ الزبيب ديالي اللي حتى هويا تندير نفس العمل، غير الزبيب انني ملي نلوحو غير شويه ياخذ القليه، ما نخليوش تقلى بزاف. الا مشات تخليتو تقلى بزاف راه تيولي معلك وتيقصح. فغير ياخذ غير هذيك يعني كي تنقولوا الدقيقه الاولى ديال الزيت، الحراره الزيت، وتنحيدوه وتنجمعوه بواحد الورق ديال المطبخ باش يعرق عليه، باش يولي رطب وفي نفس الوقت يولي هكا معلك. صافي هذا هو اللي كاين. بالنسبه للرز كيف ما تلاحظوا الالوان طلعوا بصراحه هكا مبهرين، والشكل ديالو طلع زوين. يعني اللي تيبغى اللون هكا في الرز ما يديرش الشعريه، راه ممكن يستعمل هذه الطريقه، راه تطلع روعه ومضمونه. خلاص. انا هنايا هذا الفيديو اللي حطيت البارح ولا البارح، يعني كيف قلت انا هذا الرز حضرته مع الفخذ ديال الخروف. ناخذ هذاك البصله اللي حمرنا تنديرها من الفوق، تنزين بها. بالنسبه حتى الجزر حتى هو تيجي كريسبي ومقرمل، حتى هو تنديرهم فوق الصحن ديالي. وعاد تنزيد الزبيب، ممكن تزيدوا بزاف ديال الاشياء بحال الاكاجول، كاع الفواكه اليابسه اللي تحبوها.
وهي هذه الفيديو ديالنا ديال اليوم ساليناه كيف تتشوفوا ساهل وطريقته سهله جدا. خليتكم على خير، سلام.